ودلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده ايه رأيكم بقى في الفراخ القمر ديت؟ لا هي باينة هي مشوية ولا هي مسلوقة، محدش عارف هي معمولة ايه الا انتي بس اللي انتي عاملاها. بجد حاجة كده تحفة، طعم وريحة جنان. بتمنى ان الوصفة تعجبكم، تكون خفيفة على قلبكم يا رب العالمين. بس قبل اي حاجة وقبل كل حاجة، يا ريت ما تنسونيش بلايك وشير وكومنت ظريف كده، عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو بإذن الله تعالى. يلا بينا نشوف العظمة دي عملناها ازاي بتتبيلة وطعم تحفة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض كده الفراخ القمر دي. احنا جايبينها غسلينها ومنضفينها كويس جدا ومنضفينها وكنا نقعينها في المحلول بتاعها وخلاص كده طلعناها، وهنبدأ نعملها. عايزين كده نعمل أطعم شوربة. احنا كنا عادة ولادي كده بيحبوها مشوية، بس انا كنت محتاجة الشوربة، فيلا بينا كده نشوف أطعم شوربة للفراخ تتعمل ازاي. بتمنى اهم حاجه وقبل اي حاجه يا ريت ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد، وكومنت ظريف كده عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو باذن الله تعالى. يلا بينا بقى كده نشوف اول حاجه هنعملها مع بعض ايه. انا هنا طبعا خلاص الفراخ معانا، ومعانا قرن الفلفل ده، ومعانا طماطمايه وجزر كده انا كنت حافظاه في الفريزر، ومعانا ورق الراوله كده، ومعايا طماطمايه. يلا بينا كده نروح على الوok بتاعتنا ونشوف هنعمل فيها ايه. انا هنا كده زي ما انتم شايفين كده الوok فيها معلقه صغيره خالص من سمنه، اي حاجه دهنيه انت تفضليها، بس هو الاحسن السمنه، ان هي تبقى سمنه بلدي. هننزل كده بقرن الفلفل والجزر وورق الراوله، وهننزل بالطماطمايه. وبعد ما نزلنا كده بالحاجات دي كده هنسيبهم بس يشموا النار شويه كده، وهنبدا ننزل بالفراخ بتاعتنا. وطبعا البصلايه القمر دي هنبدا نخرطها عليه، حابه تحطيها سليمه زي ما هي مفيش اي مشكله. هنخرطها كده اي تخريط عشوائي، وهنقلب كل الكلام ده مع بعض. طبعا كل الحاجات دي على نار صغيره خالص بتفرق جدا في تسويه الحاجه، وان انتي الحاجه تطلع معاكي مظبوطه وشكلها وريحتها بجد بتبقى تحفه. طبعا ما بتخليش الفراخ تتحمر معانا بسرعه، تاخد لون كده وهي ما تكونش اتشمعت معانا كده. اللون دوت احنا عايزينها تاخد اللون ده كده، مش عايزينها تتلسع. طبعا احنا شايفين اللون اللي احنا بنقول عليه. هنفضل نشمعها كده شويه كده مع معلقه السمنه كده او الزبده، ايا كان الحاجه اللي انت تفضليها، وهنبدا ننزل عليها بميه مغليه. بس مش قادره اقول لكم ريحتها بجد مع معلقه السمنه كده تحفه جدا. طبعا ورق الراوله بيدي طعم تاني خالص للفراخ. هنبدا ننزل عليهم بقى كده بمعلقه من الحبهان، او كام فص كده من الحبهان، بس يعني مش هنكتر علشان خاطر طعمه ما يبقاش باين معانا. هننزل بحبه صغيرين خالص كده. بجد الحركه دي بتدي للشوربه بتاعتنا طعم تاني خالص. هنفضل نشوح بس فيها كده شويه صغيره ونرجع تاني مع بعض. بتمنى ان الفيديو يعجبكم يا رب العالمين، والوصفه تكون سهله وخفيفه. وما تنسونيش ابدا من دعائكم وكومنت ظريف كده عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو. ولو اشتراك ظريف كده خفيف مش هيكلفك اي حاجه ولا هيكلفك اي شيء. بتمنى ان كل اللي بنقدمه يا رب العالمين يكون خفيف على قلبكم يا رب العالمين. هنبدا نشوحها ونرجع تاني مع بعض قبل ما نزودها الميه. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما كل السوائل اللي معانا نشفت كده في الفراخ بتاعتنا، هنبدا ننزل عليها بميه مغليه كده. بس اهم حاجه ان هي لازم تكون ميه مغليه علشان خاطر الانسجه بتاعه الفراخ بتاعتنا ما تبردش كده معانا وتنزل عصاره كده شكلها ما يكونش ظريف كده في الشوربه بتاعتنا. عايزين الشوربه بتاعتنا تبقى صافيه خالص.
وبجد تبقى طعمها تحفه. بصوا كده شكل الشوربه بتاعتنا باين طبعا. هنسيبها كده، طبعا احنا هنشويها برضك للولاد، بس عايزين نعمل منها شوربه لان ما كانش عندي شوربه في الفريزر، فلازم نعمل شوربه كده علشان ازود بيه الاكل. فدلوقتي هنسيبها كده تغلي شويه ونرجع تاني مع بعض نكمل وصفتنا. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين، وما تنسونيش ابدا من دعائكم وكومنت ظريف كده عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو باذن الله تعالى. هتبدا تغلي كده مع بعضها شويه ونرجع تاني مع بعض. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما خلاص كده بنزودها كلها بقى كده الوك بتاعتنا كده بالميه المغليه. اهم حاجه ان الميه لازم تكون مغليه. بصوا كده شكل الشوربه بتاعتنا صافي وشكلها تحفه. هنسيبها بقى كده، هنغطي عليها ونرجع لها بعد ما تبدا كده تدخل في السوا ونشوف تسويتها هتبقى ازاي. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم، خليكم معانا للاخر. ودلوقتي يا حبايبي طبعا احنا شايفين كده شكل الشوربه بتاعتنا صافي خالص كده، بجد شكلها حلوه ومش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي. اتمنى بقى تجربوا الوصفه وتقولوا لي كده في الكومنتات اذا كنتوا بتعملوا طريقه الشوربه بنفس الطريقه دي ولا الطريقه المعتاده ان احنا بنسلق الفراخ العاديه بالطريقه العاديه. بجد بتخلي الطريقه دي بجد بتخلي طعم الشوربه بتاعتنا تحفه جدا. تقدري بقى تزودي بيها محشي، تعملي بيها شوربه خضار، تعملي بيها لسان عصفور، بجد بتبقى طعمها تحفه جدا. ولا بتحتاجي ان انت تزودي مرق الدجاج ولا الكلام الفاضي ده كله. وطبعا الفراخ احنا طلعناها كده بالسوى اللي احنا عايزينه. بصوا كده السوا بتاعها تحفه جدا. هنعمل لها بقى تتبيله كده تتبيله شوي كده بحاجات احنا كنا مستخدمينها قبل كده. طبعا احنا ما بنرميش حاجه، ما بنهدرش في حاجه. هنعملها مع بعض كده بتتبيله تحفه جدا بجد. تدخليها تحت الشوايه هتطلع زي اللي طالعه من زي اللي تكون مشويه من الاول، ولا هتحسي ان هي كانت مسلوقه الاول ولا اي حاجه. وفي نفس الوقت انت كده عملتي شوربه وسلقتيها وشويتيها، بجد طعمها بتبقى تحفه جدا. بتمنى تجربوا الوصفه دي وتقولوا لي في الكومنتات اذا كنتوا بتعملوها بنفس الطريقه ولا لا. هستنى منكم لايك وشير وكومنت ظريف كده عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو. بتمنى كل الفيديوهات يا رب العالمين تكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين، وانا نفسي اكون ضيفه خفيفه على قلبكم. يلا بينا كده نشوف هنوضب التتبيله بتاعتها ازاي. وطبعا انا دلوقتي زودت الملح دلوقتي في الشوربه قبل ما اشيل الفراخ على طول، لان هي كانت خلاص خدت السوا بتاعها. زودت الملح المظبوط بتاعي بقى معلقه ملح. لو حابه ان انت تكتري ملح اكتر من كده تمام براحتك مفيش مشكله، بس التتبيله اللي احنا هنعملها لازم ندخل فيها الملح، فلازم نبقى ظابطين الملح بتاعنا عشان الاكل ما يجيش حادق مننا. بتمنى كل الوصفات تعجبكم. يلا بينا نعمل التتبيله بتاعتنا القمر. ودلوقتي يا حبايبي هنعمل بقى مع بعض كده التتبيله القمر بتاعه الفراخ. هنحط هنا كده في الخلاط بتاعنا كده بصل. هنقطع بس البصل كده قطع. وهنا بقى كان في ايه هنا، ده كان طماطم وفلفل وبصل اللي احنا كنا عاملين بيهم الاسكالوب. فده كان التفل بتاعهم. هناخد بقى التوابل بتاعتنا. هنحط ايه دلوقتي؟ هنحط معانا هنا ملح ورشه صغيره كده من الفلفل الاسود، وحبه خل وحبه صويا صوص. بجد الخلطه دي بتدي طعم حلو جدا للحاجه وتحسسك ان انتي بجد مش سلقاها ولا هو اكل تقليدي ولا اي حاجه من الكلام ده. بس اهم حاجه ان البان بتاعتنا الطاسه بتاعتنا اللي هنزقها في الفرن لازم نكون حاطين فيها شويه كده من الشوربه. وهنحط بقى شويه كده من التوم البودر. بمعنى اصح كل التوابل اللي تفضليها وتحبيها ممكن تحطيها عادي جدا في التتبيله دي. بس اكتر شيء بيدي طعم تاني بجد في التتبيله وهو الزعتر والروزماري. بيدي للطعم حكايه، بيخلي الطعم حكايه بجد، بيخليه حاجه كده عظمه بجد. وهنرش كده معلقه من الثوم البودر والبصل البودر، وهنحط كده رشه صغيره. دلوقتي يا حبايبي بعد ما خلاص كده حطينا كل التوابل مع بعض، يلا نضربهم في الخلاط ونرجع تاني نشوف هنحطهم ازاي على الفرخه بتاعتنا. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما خلاص كده حطينا كده التتبيله كلها على الفراخ، هندخلها بقى. احنا حاطين كده بصوا كده شويه شوربه كده في البان بتاعتنا،
هندخلها بقى الفرن طبعا تحت الشوايه كده، تاخد بس لون مع التتبيله دي، بجد بتبقى طعمها حكايه. يلا بينا ندخلها الفرن ونرجع تاني نشوف كده العظمه دي طعمها هيبقى عامل ازاي. بس قبل ما ندخلها الفرن وتحت الشوايه، يا ريت ما تنسونيش باللايك وكومنت ظريف عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو. خليكم معانا للاخر نشوف شكل الفراخ بتاعتنا القمر هتبقى شكلها ازاي. ودلوقتي يا حبايبي كده شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما خدت لون كده تحت الشوايه، بجد طعم وريحه تحفه جدا. هتعتمديها لو عندك عزومات، لو كده هتلاقي طعمها حكايه، واسرع اكله ممكن تتعمل، يا دوبك تتسلق وتتحط ثواني في الفرن وخلاص وتطلع من تحت الشوايه حاجه كده تحفه. يلا بينا كده نقدمها في طبق تعرفنا ونرجع تاني مع بعض. دلوقتي يا حبايبي قدمنا كده الفراخ بتاعتنا، بجد كده حاجه عظمه جدا. بصوا كده الشكل معايا تحفه جدا. لو انا عاملاها في عزومه مش لازم ان انا اعملها واقعد اقلب الدنيا بقى وتحمير والكلام ده كله، مش مسلوق ومحمر كالمعتاد التقليدي، لا بجد طعمها بتبقى تحفه جدا، وطعم التتبيله بيبقى باين فيها اكنك شويها بالظبط. وخدتي منها شوربه وعملتي منها عزومتك، احلى حاجه فيها بجد ان هي ما بتبقاش باينه اذا كانت مسلوقه او مشويه. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم. بصوا كده معايا الشوربه، حبيت ان انا اعمل كده طبق الشوربه وابينه لكم. بصوا كده الشوربه صافيه خالص معايا، تحفه جدا، لا زودتها مرق الدجاج ولا اي حاجه من الكلام ده كله. بتمنى بقى ان الوصفه تعجبكم تكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. وتزوروني دايما على قناتي على اليوتيوب حل الضغط او اكله جنان، هتلاقوا كل الوصفات فيها سهله وخفيفه. بتمنى يا رب كل الوصفات تكون تنال اعجابكم يا رب العالمين، وتفتكروني دايما بكومنت كده علشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو. يا ريت يا ريت ما تنسونيش باشتراك كده علشان ده اللي هيكبر معانا القناه باذن الله تعالى. اتمنى كل الوصفات تكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. ودلوقتي اقدر اقول لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.